فيلمنا بيبدأ بالبطل وهو عنده حماس وطاقة، وفي يوم بتطلب المخابرات الأمريكية منه إنه يقتحم دار الأوبرا المصرية بتاعت أوكرانيا وينقذ شخصية مهمة ويحصل على أداة معينة. بعد كده بيتخفف زي ضابط شرطة علشان ينفذ مهمته، فبيكتشف إن العصابة اللي محتلة الأوبرا مجهزة قنابل تفجر بيها المكان، فبيقرر إنه ينقذ كل الناس اللي في المكان. وأما بيروح علشان يبطل القنبلة بيطلع له واحد بيقول له ابعد عنها أحسن لك، وبيلاحظ البطل أثر رصاصة في الكرسي، ومرة واحدة بتنط من مكانها وبتضرب الشخص اللي وراه. بعد كده بترجع تاني لمسدس بتاع حد مجهول، وبعد ما بينفذ البطل مهمته بيتخطف من عصابة روسية وبياخدوا منه الأداة اللي خدها من الأوبرا. ولما بيسألوه انت تبع مين بيقول لهم انه مش تبع حد، فبينتحر علشان محدش ياخد منه معلومات أكتر من كده. بعد كده بيفوق تاني وهو في المستشفى، وبيلاقي واحد مهم من المخابرات وبيقول له إن المهمة دي كانت مجرد اختبار ليه لأنه داخل على عملية أكبر لإنقاذ العالم من الحرب اللي عايزة تدمره. فبيشك البطل فيه وبيقول له إنه مش ضامن أصلا إنه مخابرات. ولما سأله إيه هي تفاصيل العملية قال له إنه ما يعرفش حاجة غير كلمة السر اللي يعرفها وهي تيليت. وبعد كده بيروح البطل يقابل عالمة اسمها لورا، ولما بتسأله انت مين قال لها انه تيليت. قالت له لا دي كلمة السر بس، وبتقول له انهم بيحاولوا ينقذوا العالم من حرب عالمية تالتة هتدمر الكوكب باللي فيه، وبتديله سلاح فاضي من الرصاص وبتقول له صوب كده. وفعلا لما بيضرب طلقة بيلاقي الرصاصة بترجع تاني للمسدس، فبيستغرب من اللي حصل. وبتبدأ لورا تشرح له وبتقول له ان في نوعين من الرصاص، نوع عادي والتاني مش عادي، واللي مش عادي ده رصاصة بتتضرب عكس الزمن، يعني بترجع بالعكس. فبيستغرب أكتر وبتشرح له أكتر وبتقول له إن ده تطبيق لنظام فيزيائي بيقول إن الرصاصات دي بتيجي من المستقبل مش من دلوقتي، وبتخليه العالمة يجرب بنفس الرصاصة وبيلاقيها فعلا بترجع للعكس. فبيسألها ازاي الرصاصة بتتضرب قبل ما اضربها، فبتفهمه ان الرصاصة زمنها عكس زمنه، يعني من وجهة نظره بيلقطها لكن من وجهة نظر الرصاصة بترميها. وبيبدأ يحكي لها عن الرصاصة اللي شافها في الأوبرا. قالت له من حظك انها ما جاتش فيك لانها بتقتل وبتكون خطيرة جدا. فبيقرر البطل انه يتتبع الرصاصة ويعرف مين المورد بتاعها، فبعتوله شخص اسمه نيل علشان يساعده. بعد كده بيقتحموا مبنى تاجر سلاح اسمه سانجاي اللي بيكتشف ان مسدسه خرز عادي، وان مراته هي اللي ممشيه الدنيا، وانها معاهم في تينيت. وبتقول للبطل ان اللي بيتاجر في السلاح ده اسمه اندريا وده روسي، وانه بيكون وسيط بين الناس اللي في المستقبل وفي الحاضر. بعد كده بيروح البطل يقابل عضو برلماني اسمه مايكل وبيقول له ان مرات سيتور اشترت له لوحة ب9 مليون وطلعت مش اصلية، فجوزها بيضايقها بيها علشان تفضل قاعدة معاه وتحت سيطرته. وقال له انه علشان يروح يقابلها لازم يغير البدلة، لكن البطل بيقول له ان ما معهوش فلوس. فقام اداله مايكل الكريدت كارت بتاعه علشان يروق على نفسه. ولما بيوصل البطل لكاترين بيتفق معاها انه هيقعد مع جوزها مقابل انه يقتحم الفريبورت، وده مكان في مطار اوزلو جوزها دايما بيخزن فيه لوحاته ولوحات صحابه علشان ما يدفعوش ضرايب. فبياخد البطل معاه نيل وبيعاينوا المكان والزمان والشخص اللي بيشرف على المكان علشان يقتحموا المكان ويسرقوا اللوحة ويدوها لكاترين. وفعلا بيوصلوا للفريبورت، وهناك نيل بيقول له انه حاسس ان في حد معاهم في المكان. بعد كده بيدخلوا أوضة مقسومة لنصين بياخد كل واحد نص، وبيلاقوا آثار رصاص في الإزاز. وبيسأل نيل يا ترى مين اللي ضرب الرصاص هنا، لكن البطل قال له مين اللي لسه هيضرب الرصاص ده هنا. وبيدخل فجأة عليهم شخصين منهم واحد معكوس، وده اللي بيضرب البطل وحركته بتكون معكوسة من ورا لقدام، ولسه هيضربوا البطل لكن نيل بيمنعه وبيقول له مش عايزين دم في الموضوع وبيسيبوه يهرب. وبتشرح بيري للبطل ان الباب اللي ظهر منه الشخصين دول وده عبارة عن باب بيعكس الشخص والزمن بتاعه، وان اللي هاجموهم دول اصلا شخص واحد. وبتقول له ان سيتور بيدور على عنصر فيزيائي وقالب الدنيا عليه وهو اللي كان السبب في انفجار الأوبرا. وبتقول له انه هيعرض عليه انه يساعده انه يسرق العنصر ده من القوات الأوكرانية، لكنه بيرفض لانه مش عايز يساعد تاجر سلاح في تجارته لمجرد انه يقرب منه. لكن مايكل بيقنعه انه يعمل كده. فبيروح البطل يراقب سيتور وبيشوفه وهو بيستلم دهب معكوس، فبيعرف ان الناس في المستقبل باعتين الدهب ده علشان ينفذ لهم مهمتهم. وبيتفق مع سيتور ان هيجيب له العنصر اللي عايزه مقابل الفلوس، وكاترين هتكون المشرفة على التسليم. وبيقدر البطل يسرق الشنطة اللي فيها عنصر البلاتينيوم اللي هيسلمه لسيتور، وبيفتح الشنطة وبيلاقي اللي فيها مش بلاتينيوم وإنه حاجة كده شبه البازل. فقال له نيل إن ده أصلا أهم من البلاتينيوم وسيتور بيدور عليه.
وفجأة بتظهر عربيات جاية بالعكس بتهاجمهم وبتضرب بالرصاص المعكوس اللي اتضرب أصلا، وبتطاردهم عربية ماشية بالعكس، وبيظهر في العربية سيتور وهو لابس ماسك أكسجين، وبنعرف إنه معكوس، فالأكسجين بالنسبة له معكوس، علشان كده لابس ماسك أكسجين، وكاترين بتكون معاه ومش لابسة ماسك، فمعنى كده إنها مش معكوسة. وبيقول له سيتور إنه هيعد ل3 بس وهيقتل مراته لو ما ادالوش الشنطة اللي معاه، فنيل بيحذره إنه يديله الشنطة، فراح بصله البطل وقال له كله إلا مراتي، ورماله الشنطة، لكنه قبل ما يرميها شال منها العنصر ومسكه في إيده، فبيخطف رجالة سيتور البطل بعد كده وبيحطوه في مكان مقسوم لنصين، نص إضاءته لونها أحمر حاطين فيها البطل، والنص التاني ورا الإزاز الإضاءة فيه زرقاء، والإضاءة بتكون معكوسة، فبدل ما سيتور ياخد الطلقة ويجرها ويزقها من على الكرسي، لكن اتعكس المشهد، وبيبدأ سيتور يكلم البطل من ورا الإزاز، لكن كلامه بيكون معكوس، ومش بيكون البطل فاهم حاجة، بس الجهاز اللي في اوضته بيترجم له، وبيكون سيتور ماسك مرات البطل ومصوب المسدس ناحيتها، وبيضربها رصاصة كانت مضروبة أصلا وكانت في الإزاز، وبيقول له إن الطلقة الجاية هتبقى في راسها، فبيقول له البطل إن العنصر في العربية بره، فبيطلع له سيتور الأصلي وبيضربه، فبتدخل بعد كده فرقة عسكرية بتنقذ البطل بقيادة إيفز، وبيقدر سيتور إنه يهرب ويدخل من الباب الدوار، فالزمن بيتعكس وبيطلع من الناحية التانية اللي ورا الإزاز وبيمشي عكس الزمن، وبعد كده بيهددوا الجنود سيتور، وبعد كده بيضرب كاترين بالنار، وبيسأل البطل لو ما قالوش العنصر فين هيقتلها، بعد كده سيتور بياخدها وبيطلع بره، وده اللي حصل أصلا من شوية بس الزمن اتعكس، لكن بالنسبة للزمن بتاع البطل كده كاترين مضروبة بالنار وقاعدين على الكرسي، وبيقول إيفز للبطل إن سيتور بيعمل حركة كده اسمها الكماشة الزمنية، يعني بيبعت نص الفريق يراقب الأحداث في الزمن العادي والنص التاني للمستقبل، فبيقرر نيل والبطل إنهم لازم علشان ينقذوا كيت لازم يعكسوا نفسهم علشان الرصاصة بالنسبة لها ما تبقاش مقلوبة فيبقى خطرها أقل، ولكن هم نفسهم هيبقوا معكوسين ومش هيلاقوا آلة زي دي، فبيقترحوا إن كمان أسبوع هيبقوا في مطار أوزلو، فبيعكسوا نفسهم في الآلة اللي في الفريبورت، لكن البطل فكر إنه يروح للمطاردة اللي كانت شغالة من شوية يمكن يعرف ينقذ كاترين، وبيرجع فعلا البطل بالزمن وبيشوف كل حاجة ماشية بالعكس، وبياخد عربيته وبيتحرك وبيرجع للقطة اللي حدف فيها الشنطة لسيتور، فبنشوف البطل الأصلي لما كان في المطاردة شاف نفسه المعكوسة فرملها الشنطة، بس سيتور ساعتها شافه وولع له في العربية وخد منه العنصر، لكن بما إن أصلا كل حاجة معكوسة فالنار قلبت بتلج والبطل جاله برد عادي، فبينقذه نيل وبيشرح له إن العنصر ده مش بلاتينيوم عادي، إنما ده عنصر من ضمن 9 عناصر لو اتجمعوا مع بعض العالم كله هيتدمر، والناس بتاعة المستقبل عايزين يدمروا بتوع الحاضر علشان حاسين انهم سبب المشاكل اللي على الكوكب، وبيعدي اسبوع وبيلبسوا اقنعة اكسجين، وبيدخل البطل الفري بورت اللي فيه الآلة الدوارة علشان يعكس نفسه ويعرف يشوف نفسه، وفعلا بيقابل نفسه بس بالعكس، وبيقابل نيل وبيتخانق معاه، وبعد كده البطل بيكون موجود 3 مرات في نفس المكان، وبيشوف نيل ابو بدلة فبيعرف انه البطل الاصلي، فبيسيبه وبيعكسوا كاترين وبتكون فائت من اللي حصل، وبيعرف البطل منها ان سيتور بيحتضر لان عنده سرطان، وانه قرر يرجع بالزمن لوقت رحلتهم لفيتنام علشان يفجر العالم ويموتوا كلهم، وهنا البطل بيفتكر وقت انفجار الأوبرا مايكل قال له على مكان انفجار في سيبيريا، فبيكون فاكر البطل ان ده مكان الانفجار اللي فيه ال9 عناصر، وبيعمل فريق تنيت الكماشة الزمنية، وبكده بيكون نص الفريق ماشي بالعكس والنص التاني ماشي في الزمن عادي بتاعنا علشان يسيطروا على الوضع، وبتحصل بعد كده معركة غريبة جدا بين فريق تنيت ورجالة المنشأة السوفيتية المهجورة واللي عندهم مبنى دوار برضه، وبيكون عندهم باب بنوه بعد كده وهدوه بعد كده ورجعوه تاني، وبيوصل البطل لمكان الخوارزمية فبيقابل فوركوف دراع سيتور اليمين، وبيلاقي قدامه جثة زرقاء مرمية على الأرض، ولسه فوركوف هيضرب فيها نار على البطل، فبتقوم الجثة بسرعة وبتضرب مكانه، والشخص ده أصلا بيكون اتضرب ومات بس قام لأنه معكوس، وبيلاقي البطل على الراجل ده نفس العلامة بتاعت الشخص اللي كان في الأوبرا. بعد كده بنشوف كاترين بعد ما فقدت أعصابها وبتكون ماسكة المسدس ومصدراه في وش سيتور، وبتقول له إنها كاترين اللي ضربها بالنار قبل كده، وبتقتله فجأة قبل ما حد يديها الإشارة، لكن لحسن الحظ الرجالة بيلحقوا الخوارزمية قبل ما تنفجر، وبعد ما المهمة بتخلص بيظهر نيل والبطل بيقول له انت مش معكوس ولا لا، فنيل بيقول له انه لسه هينعكس في الباب الدوار وهيرجع للمعركة تاني، وبيلاقي نفس العلامة الحمراء على شنطة نيل،
فبيفهم إن هو اللي أنقذه في الأوبرا وبرضه هو اللي أنقذه من شوية، ودلوقتي هو رايح يموت. بس البطل حاول يمنعه ويقول له ما يروحش. رد نيل وقال له ما ينفعش، دي الحقيقة ولازم أروح. وقعد يتحايل عليه البطل برضه إنه ما يروحش، لكنه بيصمم إنه يروح. ولما البطل بيسأله مين اللي جندك بقى بعد كل ده، قال له أنت اللي جندتني لأنك عندك مستقبل في الماضي وهترجع بالزمن وهتقابلني وأنا صغير. فسابوا البطل يروح للزمن اللي رايحه، وفي النهاية بيقولوا لبعض تنيت. وبكده فيلمنا بيكون خلص. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه القصة اللي حابين نقدمها المرة الجاية. سلام.